السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة شهد الكلام. في الحقيقة من المواقف الإنسانية اللي قابلتني في حياتي، كنت لسه متوظف جديد، كنت بشتغل مدرس في معهد أزهر في بلدنا. أو أنا وخارج من بعد الظهر من شغلي لقيت طفل صغير بيبكي قدام المعهد، بيبكي بحرقة وبيدور على حاجة في الأرض كده. فالواد دموعه قطعت قلبي بصراحة، قربت منه قلت له: يا ابني أنت بتبكي ليه؟ قال لي: يا عمو، أنا كانت ماما مدياني فلوس أجيب قلم، والفلوس وقعت مني ولا جبت قلم، وما جبتش قلم. أنا مش هعرف أروح المدرسة من غير قلم، المدرس هيضربني. وإن رجعت لماما هتقولي الفلوس ضيعتها يا ابني، مش هتديني برضه، هتضربني انت. فبصراحة أنا خدت الولد وصعب عليا أوي، خدته جبت له قلم وحتة شوكولاتة وقلت له: يلا إيه، روح بقى، أروح المدرسة وكده. وانتهى الموقف وكل واحد فينا راح لحاله، وأنا ما أعرفش عنه حاجة بعدها. فين وفين بعد 25 سنة أنا ماشي مروح برضه بعد الظهر، لقيت عربية ملاكي وقفت قدام في ريحي بالظبط، جت في جنبي كده وراح نازل منها شاب محترم طول بعرض، وجرى عليا خدني بالحضن، سلم عليا بحرارة: ازيك يا أستاذ، انت عامل ايه؟ قلت له: يا ابني انت مين؟ الحمد لله، ربنا يخليك، ربنا يبارك في عمرك. قال لي: انت فاكر الولد اللي انت جبت له قلم وشوكولاتة وروّحتك عشان كان تعب، كان بيعيّط عشان القلم بتاعه ضايع وكده؟ قُلت له: آه فاكره طبعًا، دموعه بتقطّع في قلبي لحد دلوقتي. قال لي: هو أنا ده، أنا الواد ده. قُلت له: يا ابني يا حبيبي ربنا يبارك فيك، عامل إيه وأحوالك؟ قال لي: الحمد لله أنا اتخرّجت يا عمو من كلية البحرية، وبقيت زي ما أنت شايف كده، زي ما أنت شايفني كده ضابط، لابس بدلة ضابط بحرية. قُلت له: ربنا يبارك فيك وتستاهل كل خير وأنت شاطر. قال لي: يا عمري يا أستاذ ما أنا ناسي الموقف ده، أنت مثال طيب للناس المحترمة، موقفك ده عمره في حياتي ما هنساه. الشاهد من كلامي إن المواقف الحلوة ما بتتنسيش، والمواقف الإنسانية بتأثر فينا في المجتمع، لأن دي مش لازم يكون أنا لوحدي. يا ريت كل الناس تبقى بتحس ببعضها ونرجع لأخلاقنا بتاعت زمان. ربنا يبارك فيه وخلي ربنا يهدي كل المجتمع بس.